السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام. النهاردة هنعمل مع حضراتكم اليالنجي من أكلات الشامية السورية، من الأكلات الجميلة هتعجبكم وبيتاكل بارد. زي ما حضراتكم شفتوا قدامنا كده، نحط الزبدة المادة الدهنية، بعد كده نحط بصل كتير، أهم حاجة فيه البصل يكون كتير. هنقلب البصل ده لحد ما يتكرمل ويدبل كده، بعد كده نحط له معلقة سكر. بعد كده عندنا جزر مبشور متقطع، عندنا طماطم، نعناع مفروم، بعد كده نحط القرفة، بعد كده شوية مرق دجاج، ملح، فلفل اسود او فلفل ابيض اللي موجود عندنا، صلصة بوريه، معانا دبس رمان، نحط دبس رمان كتير. حطينا الرز، بعد كده بنقلب، بعد كده شوية مية صغيرين، بعد كده نحط البقدونس، بعد كده معانا عصير الليمون. عملناه، طلعت معانا الفرشة بقت بالشكل ده. بعد كده هنيجي ايه، زي ما حضراتكم شايفين، نحطها نلفها كده. ادي ورق العنب، بنحط شوية صغيرين، بعد كده بنحط ونلم من الجنبين الورق من هنا ومن هنا، بحيث انه يطلع معانا متساوي ومظبوط. لفيناها، طلعت معانا بقت بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، مظبوطة. طلعت معانا الكمية في الآخر بقت بالشكل ده. بعد كده هنعمله بوكيه جرنيه، اللي هو مكون من كرات أبيض وطماطم وجزر وبصل، نرصهم عليه، بعد كده نسويه، بعد كده نديلها الشوربة دي، شوربة كوارع، نعمل لها شوربة كوارع على الوش والحاجات دي. استوى معانا بقى بالشكل ده. بعد كده هننقعه في الزيت فترة كده. تمام، كل ما يتنقع في الزيت وليمون بيشرب بيبقى طعمه جميل. نقعناه في الزيت وعصير الليمون بقى بالشكل ده كده، الشكل الجميل، طعمه حكاية. هنغرفه معانا يبقى بالشكل ده. وبالهنا والشفا، أتمنى تشتركوا في القناة، تشوفوا كل جديد وكل حاجة جديدة إن شاء الله. شكرا.